مساء الخير وتحياتي للجميع. الكثير من الناس يسألونني يا سلوان موميكا، هل أنت نادم من ما فعلته بعد كل الاضطهادات وبعد كل التضحيات التي قدمتها والاضطهاد التي تتعرض له من قبل الحكومة السويدية؟ الجواب ببساطة: لست نادم، أنا فخور بنفسي وأنا فخور مما فعلته ومما قدمته. وأعتقد كل إنسان يجب أن يكون مستعد للموت والتضحية من أجل أفكاره ومن أجل مبادئه. تحياتي لكم. أنا مشكلتي مع الإسلام. شو هو؟ ما سمعته. أنا مشكلتي مع الإسلام. بعرف، بس ممكن تعطيني تفصل لي يعني شو اساسا مشكلتك مع الاسلام بشكل، يعني شو يعني شو أنت هي المشكله تؤمن بشكل تفصيلي يعني. تؤمن بكتاب هذا القرآن، تؤمن أنه أنت واجب عليك أن تقتل الأيزيدية والمسيحيين والملحدين والزردشت والصابئة واليهود لأنهم مش مسلمين. في آية التوبة، سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. هنا ستكون لدي مشكلة معكم. نعم، مع الإسلام يعني. هنا مضبوط، بس ستتدخل. بس لازم. تفضل كمل. نعم. وعندما تؤمن بآية تقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم بخلاف. هنا هذه تكمن مشكلة، كارثة هذه. أنت وأنا لا نستطيع بناء وطن بالشراكة. عندما تقول المادة الدستورية بالعراق، المادة الثانية أولا تقول دين الدولة هو الإسلام، والمادة الثانية ثانيا تقول لا يجوز سن قوانين تخالف مع الدين الإسلامي. هنا تكمن المشكلة، لأن العراق متعدد الأديان والطوائف لا تتعارض مع الدين الإسلامي، بينما هناك أديان أخرى. فهل هذه عنصرية وإرهاب أم ماذا تسميها؟ شكرا ماكسي، أخوني حبيبي ماكسي. تفضل. تمام حبيب، هل بس هذه هل هذه الأسباب بالنسبه. تكفي؟ هل هذه الأسباب تكفي أن يكون لدي مشكلة وأنتقد الإسلام أم لا تكفي؟ تمام، خليني اجاوبك. انت سالتني وانا راح اجاوبك يعني. لا. اول شغله، كل انسان طبيعي بفطره الانسان بيعرف الصح من الغلط بشكل عام، يعني ان كان في دين ولا بدون دين، أنا احنا بنعرف شو الشيء الصح وشو الشيء الغلط. عفوا، أنا ما أحكي عن الصح والغلط. الصح والغلط لا، مو شيء لا لا، ثابت. انا مش بحكي لك بشكل عام، لا، بس مو هيك لحظة مو لحظة، هيك. لا، أنا إنسان. لا لا، مو هيك، انا بس بدي اوضح لك مثقف الفكره، بدي اوضح. ودارس، والصح ممكن يكون غلط عند الآخرين والغلط ممكن يكون صح عند الآخرين، فما في ثوابت للصح والغلط. أوكي، ما تحكي لي بموضوع الصح لا والغلط. لا، بعدين في شغلات الكل بعدين متفق عليها، يعني بعدين أدخل لك. القتل والسرقه وهي حتى الشغلات كلها متفق لا، عليها. مش متفق. السرقة ممكن يكون غلط بالنسبة يلي انسرق منه، ممكن يكون صح يلي عم يسرق لأنه جايع وراح يموت. فهذه ما لها معايير. أنا إنسان دارس وأدخلك بعدين بالفلسفة إذا تجرني لهذه الأمور. أوكي.